يا مساء الفل على كل حبايبي. انا امبارح كتبت بوست ان احنا هنتكلم عن شله سودك اللي بتدير نادي الزمالك. انا كنت شوف الا النور، ناس بتهاجم وناس بتدافع وناس بتنتقد وناس بتقول انت هتقول ايه وانت بتعمل ايه وناس، ومحدش اصلا يعرف انا هقول ايه. يعني محدش يعرف هل الشله دي مثلا هقطع فيها، هقول كلام حلو، هل الشله دي بتعمل حلو للزمالك، محدش عارف. بس الكل دخل ايه، وانا لقيت الهجوم كتير وكل دخل يجامل كتير من الاول، سواء بقى ايه في كومنتات، سواء في تليفونات، سواء بس عادي. فالموضوع ده هنتكلم فيه دلوقتي، وهنتكلم عن علاقته بمشكلة بارون الكيني مع الوكالة السويدية اللي كانت وكيلة بتاعته، يعني ماسكة إدارة أعماله. بس قبل ما نتكلم عن الموضوع ده، يعني في موضوع أهم يمكن وسخن أكتر، هو ملف انتخابات الزمالك، انتخابات الأهلي. ملف انتخابات الأهلي دلوقتي في حاجة، يعني أنا مش فاهم اللي هي أولها فين وآخرها فين، أو إيه السيناريو المطروح. ولكن النهاردة كابتن شوبير اتكلم وقال ان الكابتن الخطيب مستني قرار من الدكتور بتاعه هينزل انتخابات ولا لا. لو هينزل هيبقى كابتن الخطيب رئيس النادي، ومعاه رجل اعمال ياسين منصور نائب. وكابتن الخطيب مش هيدير، ومش هو اللي هيتولى ملف النادي، ويبقى الكابتن ياسين منصور يدير النادي، والكابتن سيد عبد الحفيظ يدير ملف الكوره. ولو الدكاتره قالوا له ما ينزلش، يبقى ياسين منصور هينزل هو، او رجل اعمال ياسين منصور هينزل هو على طول مباشره في الانتخابات، على المقعد الرئيسي يعني. طيب السؤال بقى اللي انا عايز اساله، طب الكابتن الخطيب الدكتور هيقول لك انزل انتخابات. طب هتنزل انتخابات وليه هتسيب حد يدير؟ طب ما من الاول خلاص حضرتك قلت ان انت صحيا مش قادر، او في ظروف صحيه بتمنعك انت تكمل المهمه، ربنا يشفيك. كابتن خطيب طبعا اسطوره ورمز الاهلي ورمز الكره المصريه واسم كبير في الكره المصريه وفي الاداره، والاهلي حقق نجاحات سواء هو لاعب او هو اداري او عضو مجلس اداره او نائب رئيس نادي او رئيس نادي. فكابتن الخطيب كادر، آه، كادر مميز جدا في الكوره في مصر، مش كادر بسيط. لو الدكتور او لو في ظروف صحيه مثلا تمنع ان كابتن الخطيب يترشح على رئاسه النادي، فخلاص ما يترشحش من الاول. انما فكره انه يترشح وحد تاني يدير، طب ما ندي فرصه لحد تاني. فالنقطه دي برضو انا مش يعني مش قادر افهمها قوي بصراحه. فهنشوف برضو اليومين اللي جايين هيبينوا ايه يعني في ملف انتخابات الاهلي. وطبعا في من ضمن برضو الحاجات اللي انا يمكن حابب اتكلم فيها، موقف مهندس خالد مرتجي. هو حاليا قائم باعمال نائب رئيس النادي بعد وفاه الله يرحمه الاستاذ عمرو فاروق. المفروض الفتره اللي فاتت كان كابتن الخطيب قال ان هو مش هيترشح ومش هيكمل. كان المفروض المهندس خالد مرتجي اسمه يتصدر المرشحين، او يتصدر الابرز او الانسب. انت نائب رئيس نادي حاليا، اضرب امور النادي في الوقت الحالي، كادر اداري برضو مميز جدا، كادر في الفيفا، شارك في بطولات دوليه كتير، مؤتمرات دوليه كتير. آه، اختفائه عن الترشيحات في الفتره اللي كان الكابتن الخطيب قال ان هو مش هيكمل، ده علامه استفهام. عدم تصدره المشهد برضو في الترشيحات بالنسبة لمقعد الرئيس في الانتخابات اللي جاية برضو علامة استفهام. مش عارف هل دي رغبة المهندس خالد مرتجي، ولا هل دي رغبة الأهلي عامة. برضو أنا مش عارف الموضوع ده، بس لكن دي علامة استفهام برضو، أنا إيه لفتت نظري. نطلع ملف الانتخابات، بس هنفضل برضو في الأهلي وموضوع إمام عاشور. سكوت إمام عاشور عن تصريحات وكيله عامل أزمة جوه الأهلي. الأهلي متضايق، زعلانين، مستنيين رد فعل من إمام. أنت المفروض وكيلك انت دلوقتي مصاب او مريض، وقبلها كنت مصاب فتره طويله. فالمفروض ان انت ولسه فاضلك في عقدك سنتين، فالمفروض انت مكمل عادي ومفيش اي مشاكل عادي. الاداره اخذت قرار مفيش تمديد ومفيش تعديل عقود الفتره دي لحين تحسن النتائج والمستوى، وده قرار منطقي. وكيلك طلع بتصريحات، اللي هو ادم واطن، طلع بتصريحات بيهاجم فيها الاهلي او بينتقد فيها الاهلي او بيقول الاهلي لازم يكلمني، وانتوا كده كده هتكلموني عشان خاطر التجديد وتمديد عقد امام. بعد كده بدأ يبقى في كلام ان في عروض جايه من بره، وان في عروض جايه لامام عاشور. كل ده وانت ساكت. سكوتك يثير غضب الاهلي. عدم تعليقك على التصريحات دي
وعدم اتخاذك موقف بيثير غضب الأهلي، وده خلى الكابتن وليد صلاح الدين طلع وقال تصريحات برضه إن الإدارة مستمرة ومصممة على موقفها الحالي، وهو عدم تجديد وتعديل عقود أي حد عقده مستمر فيه سنتين وأكتر طبعا. وهنا الكلام على إمام عاشور. فالأزمة بتزيد وأوضة اللبس مشتعلة أكتر جوه النادي الأهلي. إمام عاشور المفروض ربنا يشفيه يرجع بالسلامة، يبقى تركيزه الأول والأخير في إن هو يرجع الملعب، مش في وكيله وتعديل عقود وتعديل بنود. لا، الوضع مش كده خالص. نروح بقى للموضوع اللي عايزين نتكلم فيه، موضوع سودك وقعدة سودك وإدارة نادي الزمالك من داخل سودك. القعدة دي قعدة عادية جدا، مفيهاش أي مشاكل، ناس صحاب، ولكن هما اللي بيديروا نادي الزمالك حرفيا، بس مفيش حد تاني بيدير غيرهم. أحمد خالد عضو مجلس الإدارة، جون إدوارد المدير الرياضي، وبعض الأصدقاء والمقربين والحبايب. القعدة دي كل ما يدور فيها لا يعلمه أحد سواهم. مفيش حد من مجلس الإدارة عارف حاجة عن تقريبا عن اللي بيتم جوه الأعداد دي، غير اللي هم عايزين يعرفوه، أو القرارات اللي بياخدوها، أو ال السيناريوهات اللي بيحطوها. يعني ده سلاح ذو حدين. يا إما بتضمن بيه سرية ونجاح للمهمات اللي أنت بتعملها، وده مش حتى هذه اللحظة يمكن نجاح 50-50 أو 70-30. والناحية التانية إن أنت بتعزل مجلس الإدارة عن أمور مهمة جوه الفرقة. طبعا أعضاء مجلس الإدارة موافقين على الكلام ده، مش عارف يعني الموضوع بقى في إيد أفراد معينين، والأفراد دي بدأت تتصرف وفقا للمتاح قدامهم. يمكن أعضاء مجلس الإدارة مش بيقدموا الدعم المالي المنتظر لجون إدوارد، وده مخليه بيحاول إن هو يتصرف في توفير سبل مالية، وبيحاول يضغط على الإدارة يوفروا سبل مالية لحل أزمات الزمالك. ولكن الانقسام ما بين مجلس الإدارة والشلة دي بيؤدي لعدم تفاهم أو عدم وجود يعني إيه نقدر نقول الامور مش سهله بين الاثنين. فده بيأثر على نادي الزمالك وعلى القرارات اللي جوه نادي الزمالك، وعلى تنفيذ خطوات كتير مهمه جوه نادي الزمالك، وعلى توفير فلوس لحل ازمات نادي الزمالك. نتمنى توحيد الصفوف. موضوع بقى ارون بارون اللي هو الباك رايت بتاع منتخب كينيا، هو عنده مشكله مع الوكاله السويديه اللي كانت بتتولى اداره اعماله. اللي حصل ان بارون قبل ما يجي مصر ويجي الزمالك كان متعاقد مع وكالة سويدية عن طريق وكيل إيطالي، وكان المفروض يروح يعمل فترة معايشة في السويد. بعتوا له بوكيت ماني وبعتوا له تذاكر طيران، وبعد يومين بارون قال لهم لا خلاص أنا مش عايز أحترف في السويد، مش عايز ألعب في السويد، أنا هقعد في كينيا، أنا عندي اكتئاب، أنا نفسيا، أنا أسرتي، أنا قاعد. تمام، خلاص أوكي، رجع فلوس. لا، ما فيش فلوس ترجع. بعد يومين 3 تم تغيير الوكالة من الوكالة السعودية دي اللي هي RMG، بقت وكالة اسمها ويسلاند. وكالة ويسلاند دي بتاعت إسلام الشحات وماهر نوفل وواحد تقريبا وكيل عراقي تقريبا، أو وكيل عراقي هولندي تقريبا، حاجة كده يعني. ودي اللي كان فيها أو كان عضو فيها أو كان شريك فيها عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات لفريق الكرة في الزمالك حاليا، وأحد أصدقاء وأحد مساعدين جون أودرد المدير الرياضي. طيب دلوقتي في مشكلة عند بارون بسبب تغيير الوكالة، وبسبب إن ليه وكيل وليه فلوس قديم، وكالة ليها فلوس عنده، وواضح إن وكالة ويسلاند دي تمت يعني تعاقدت مع بارون بصورة مش قانونية unlegal. وده عامل أزمة دلوقتي ما بين بارون وما بين الوكالة السعودية، والوكالة السعودية تشتكي في الفيفا، وهيبقى الموضوع كبير لأن اللاعب واخد فلوس وفي تذاكر طيران اتبعتت له
وواضح إن هيبقى في أزمة كبيرة في الموضوع ده، فبرضه ممكن جون إدوارد يحل الموضوع ده مع عبد الرحمن إسماعيل، لأن عبد الرحمن إسماعيل على تواصل طبعًا مع الوكالة اللي هي المصرية الحالية، وكيلة بارون والوكالة القديمة، يعني يحاول يحل الموضوع ده قبل ما يبقى في مشاكل أكبر. آخر حاجة هنتكلم فيها خالص هي عمر فرج، نتكلم فيه تاني وتالت ورابع. عمر فرج عامل أزمات، عامل مشاكل كبيرة جوه الفرقة، مش مشاكل غضب وعدم وتمرد وعدم لعب والكلام ده، لا، هو بيطالب دلوقتي فلوسه كاملة. أنا عايز الفلوس القديمة كلها والفلوس الحالية، مش همشي، عايزين تمشوني مشوني، هاتوا لي عرض مناسب ماليا وفنيا ليا، مش فارقة معايا ألعب أو لا. ده كله بيعد على نادي الزمالك، وكله بيزود أزمات نادي الزمالك مع عمر فرج. واللعيب تقريبا قلب موظف جوه النادي وليه فلوس كتير، وهيخش في ازمات كبيره وهيدخل النادي في ازمات كبيره، فنحاول نحل الموضوع ده. شكرا لك.